اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. كل شيء جديد، كل شيء، سنة جديدة، اشياء جديدة، كله جديد 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 على الساحة. في حلقة اليوم راح نحكي عن ملخص 2023 او شو صار اشياء ب 2023 من انتقالات، جوائز فردية، كبدة فطحينية، كل شيء. احنا اليوم مش مخلين اشي غير ما نحكي عنه، بس كيف؟ بملخص سريع. نبلش اول اشي بانتقالات اللاعبين. مبدئيا كان في هجرة من الاراضي الاوروبية للاراضي السعودية، كلهم ليحقوا رونالدو على السريع الدعسة. الو رونالدو وراك. بنزيما، كانتي، فيرمينيو، سانت ماكسيمان ونيمار. نيمار صراحة بشوفها انا اكبر صفقة في الدوري السعودي بعد رونالدو. قدرت السعودية بعد هذا الاشي اللي تعمله انها تحط حالها ضمن الدوريات الكبيرة. خلص بلشت تباطح الدوريات الكبيرة. قدرت تعمل ضجة اعلامية وجذبت كل القنوات الاعلامية عليها، صار في مشاهدات كبيرة على الدوري السعودي. هلا الدوري السعودي في اسيا او من ضمن الدوريات العربية الاكثر مشاهدة، ما بنختلفش لا شيء، وهذا الاشي من زمان مو شيء جديد. بس بعد الاسماء اللي جابتها السعوديه صار الموضوع عالمي. يعني قنوات كثير كبيره عالميه، برازيليه، برتغاليه، صوماليه، هندي، كل شيء صار يبث الدوري السعودي. بتباطح مين بيبث الدوري السعودي. فهذا بصراحه اشي ممتاز للمنطقه اللي احنا فيها، المنطقه العربيه، عشان تفتح عيون الناس على المنطقه اللي احنا فيها ويصير في استقطاب اكثر. حاب احكي شوي عن الدوري الاماراتي. ليش؟ لانه راح حبيب القلب انيستا. اجاله عروض انيستا من انتر ميامي، ويعني لم الشمل مع ميسي، بس لا، قال لك انا يا عمي بدي اروح اريح راسي، العب شويه فوتبول في الحاره، هيك شيء خفيف لطيف مع الشباب في الامارات، احط راسي وانام. لا بده ضجه ولا اخره. يعني ما حد، يعني ممكن الناس نسيت انه في موجود لسه نيستا بيلعب. خلص نيستا اعتزل اعتبروه بعد ما راح الدوري الياباني طبعا وكذا. هلا صار في الدوري الاماراتي. اما كمان نحكي عن الدوري الامريكي، بس هو انتر ميامي اللي عمل ضجه كبيره، ما شاء الله عليه. حب بيكم يعمل لم شمل، وراق لم شمل للاعيبه برشلونه. سحب جوردي ألبا، سحب بوسكيتس، وسحب ميسي، وسحب سواريز. خلص ما ضل، ما فيش حدا. هلا السنه الجاي بده يلم روبرتو ان شاء الله على خير يا رب، وتيرشتيجن بالمره، وبيكام، ومين بيكام حلو، وجارد بيكي رجعوا من الاعتزال، يقول له تعال العب لك كم من جيم معانا، نعمل دريم تيم برشلونه 2011 وروحوا. بس يعني والله مشروع كويس بيكام ماشي فيه، بعد ما برشلونه حاول على اساس كل جهده يرجع ميسي لبرشلونه بس ما زبطت معه، وراح لانتر ميامي. هلا اما بخصوص في كمان شغله، انتقال لاعبنا حبيبنا موسى التعمري الى مونبلييه. هاي صراحه صفقه ممتازه بالنسبه للاعبنا في المنتخب الاردني، كان صراحه يعني طموح يوصل للدوريات الكبرى، فوصل هلا لفرنسا، وان شاء الله نشوف الدوري الانجليزي وان شاء الله. اما بخصوص انتقالات اوروبا، راح احكي عن افضل انتقالات اللي صارت. اولها جاندوغان لبرشلونه، كانسيلو لبرشلونه، وجواو فيليكس لبرشلونه، بيلينغهام مدريد، انكونكو لتشيلسي، وعندك كمان هاري كين لبايرن ميونخ، وفي عندك دروغبا كمان راح لارسنال، سوري، كاي هافرتس لارسنال، وعندك كمان كان في كوفازيتش انتقل من تشيلسي لمانشستر سيتي، وفي اسماء كثير بس هذول ابرزهم. بس بالمجمل اكثر فريق يعمل صفقات في الموسم بالتاريخ تشيلسي، دفع الزليار على الفاضي في المركز اللي بدك ايفون ايباد عشان تشوف ترتيبه في الدوري. فعليا ايباد استاذ، بدي ايباد لو سمحت، اجيب لي ايباد عشان اقدر اشوف لك ترتيب تشيلسي. يعطيكم العافيه. صفقات كثير عملها، دفع مصاري كثيره، مليار وشوي عشان يبني فريق، وفجر الفريق، ما بناش فريق. اما بخصوص صراحه مين افضل صفقه صارت لهذا الموسم، واضحه من غير ما تحكوا، اكيد جود بيلينغهام افضل صفقه للسنه هاي لما انتقل من دورتموند لمدريد. ارقام، اداء، كل شيء ما خلاش شيء بيلينغهام غير ما يعملوا السنه هاي. اما يا سيدي العزيز نيجي للجوائز الفرديه. المعزتين اخذوهم خلص، قال لك يلا باي، اعطونا الجوائز اخر السنين إلنا ويعطيكم العافيه. ميسي اخذ الكره الذهبيه الثامنه، حطها في جيبته صكمن بكمن، تسالنيش ليش، هل هي مستحقه؟ لا، من الاخر بيستحقها هالاند. خلص مسك ميسي الكره الذهبيه، حاطها في جيبته، يلا باي، يعطيكم العافيه في باريس، روح فيها على الارجنتين ويلا باي. ايش اللي تطلعش فيه ميسي عمك حالك. اما بخصوص جائزة اكثر لاعب تسجيلا للاهداف في مباريات رسمية، كانت دون كريستيانو رونالدو. بيقدم اداء ممتاز مع النصر يا عمي، 53 جول، واحد بعمر 39 سنة، يعني واحد احنا عندنا في البلد واحد عمره 39 سنة 9 سنين بقول اخ ضاري، بمسك في عكازة بمشي فيها، هذا 53 جول جاي في الدوري السعودي. فصراحة اداء ممتاز السنة هاي من رونالدو. نبلش هلا نحكي عن ترتيب الدوريات. انا بدي احكي صراحة عن ترتيب الدوري الاسباني والانجليزي والايطالي. نيجي عن
ترتيب الدوري الاسباني لاول ست. في المركز الاول كان مدريد، بعديه بيجي جيرونا، بعدين اتلتيكو مدريد، الرابع برشلونه، الخامس بلباو، السادس سوسيداد. للعلم الفرق بين مدريد وجيرونا فرق اهداف، يعطيهم الف عافيه. جيرونا ضل ماسك الدوري ماسكه كويسه. في نهايه السنه تعثر جيرونا، مدريد وصل لنفس نقاط جيرونا، ومدريد حاليا في المركز الاول فرق اهداف زي ما حكيت لكم. اما هلا نحكي شوي عن الدوري الايطالي. ترتيب اول ست انديه في الدوري الايطالي. في المركز الاول كان الانتر، بعدين بيجي يوفنتوس، بعدين ميلان، بعدين الرابع فيورنتينا، والخامس بولونيا، والسادس اتلانتا. للاسف شفنا غياب روما ونابولي عن التوب 6 في الدوري الايطالي. بعد ما ترك سباليتي تدريب نادي نابولي تحول خلص، صار فريق ثاني، صاروا زي الطره، ما فيش غير هيك تفسير اقدر اقول لكم اياه. نابولي وهو الطره. بيجي نابولي الان بيلعب مع برشلونه في دور ال 16، بطعميهم كنادر لبرشلونه بروحوا، بس في الدوري الايطالي مضروب عليهم شباشب. الفرق مش كبير بين يوفنتوس والانتر، يوفنتوس 45 نقطه، الانتر 43، بس تعال جيب ميلان من وراهم 36 تقريبا، ففرق كبير يعني، واضحه يا انتر يا يوفي، بدهاش ثلاث يحكوا فيها. اما نيجي هلا نحكي عن ترتيب الدوري الانجليزي. يا جماعه الخير الدوري الانجليزي السنه هاي منطقه فعليا، دوري جميل جدا. المركز الاول ليفربول، بعدين بيجي مين؟ استون فيلا، بعدين مانشستر سيتي، بعديها الارسنال، بعديها بيجي عندك نادي توتنهام، بعديها ويست هام. في المركز الاول ليفربول 45 نقطه، المركز الخامس فرق معه 6 نقاط. يا سلام يا سلام. اما انا يعني الدوري جميل بستمتع فيه، خصوصا بالفانتزي، الله لا يعطي الفانتزي الف عافيه، بتخليك بتشجع انديه انت مش مضطر تشجعها عشان عندك لاعب لازم يجيب لك نقاط، وبالاخر بكون حاط كابتن للاعب معين بكون مفروض يكون لاعب الثاني، بس انا كنت مفكر فيه اني احطه، لا بغير باخر ثانيه، اللاعب اللي كان اصلا عندي كابتن بيجيب نقاط واللي حطيته كابتن بيجيب ماينس، يعني تفضل. بس بالنسبه لترتيب الدوري ضل الارسنال ماسك الدوري من اوله لاخره السنه هاي اول، ومروان سري اكل مخنا، انا لسه اول دوري وعلى الفاضي. نهايه السنه بلع له مباراتين ارسنال، هيو الرابع، فرق بينه وبين توتنهام نقطه على الخامس، يعطيكم الف عافيه. ليفربول السنه هاي فريقه مرتب، فريقه لطيف، فريقه قوي، لا ما بستبعدش صراحه انه ضل معاه نفس طويل لاخر السنه ينافس على لقب البطوله، بس خلص يا عمي ما يعني بيب يا عم، هذا بيب خلص حيضل مخه حاط الرقم الدوري في مخه هيك، خلص يا جماعه انا بدي الدوري في غرفه الملابس، يا اخوان بدي الدوري، لا اخذ الدوري، حيضل مخه معلق في الدوري لا ياخذه. الفرق ترى مش كبير يعني، بايده لسه الدوري لجوارديولا، ما طار منه حتى لو انه مركز ثالث، ما طار منه الدوري، وبامكانه يجيب الدوري. وهلا مع رجعه دي بروين وهالاند الوضع حيكون معاه ممتاز، نقدر نحكي، لانه كان يفوز من غيرهم في مباريات، بس اجى له فتره انه خسر تقريبا 4 مباريات او اتعثر ب4 مباريات متتاليه، فهذا اثر عليه في الدوري. هلا مع رجعه دي بروين وهالاند وضعه رح يكون جيد جدا معاه، ورجعه ودوكو عم بقدم مستوى ممتاز، فانا بتوقع لسه الدوري نفسه طويل جدا، وممكن باخر الدوري ليبين مين بطله. وبس يا جماعه هاي كانت حلقتنا هذا اليوم، لا تنسوا تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. سلام.